قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود والوقوع، ولا يستغنى عنهم طرفة عين. فالاهتمام بتراجم العلماء له ضرورة تربوية ملحة عن الجيل الجديد، فهي الدليل المرشد الموجه لبلوغ الحق واتباع سبيل الرشاد. سنتعرف على ذلك وأكثر من خلال المحاضرات التي هي تحت عنوان نماذج من أعلام حاضرة شرق المملكة المغربية، يلقيها على مسامعنا فضيلة الدكتور محمد عيساوي. الدكتور محمد عيساوي الحاصل على الدكتوراه الوطنية في وحدة البحث والتكوين تخصص تاريخ الإسلام وحضارته، هو أيضا أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، أيضا خطيب وواعظ تابع للمديرية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة وردة، وله عدة مشاركات بملتقيات وندوات جهوية ودولية وطنية. له عدة مؤلفات من بينها الحافظ أبو علي الغساني حياته وآثاره، شيخ الجماعة العلامة التاريخي بالفردة. فليتفضل الدكتور مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بداية أتوجه بالشكر الجزيل لهذه الجمعية المباركة، جمعية نبراس الثقافية، على هذه الاستضافة، وأشكر الأستاذ على هذا التقديم، وأشكر الحضور على حضوره. في حقيقة الأمر هذا الموضوع هو موضوع متشعب، وموضوع البحث فيه يعني يتطلب التأني، ويتطلب الصبر، ويتطلب النفس الطويل. أنا فقط أتقاسم معكم مجموعة من القضايا المتعلقة بالتاريخ بحاضرة شرق المملكة المغربية. هذا الموضوع يدخل في إطار الاهتمام بتراجم العلماء والتعريف بهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا العلم النبوي ينبغي أن يبقى مستمرا إلى قيام الساعة. يحمل هذا العلم من كل خلف معدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالتعريف بعلمائنا وبسير مؤلفاتهم يجعلهم محل قدوة واتباع، ويجعل مؤلفاتهم وتوجيهاتهم وتراقب رهن إشارة الباحثين وكل طالب الحق والحقيقة على مر العصور والأجيال. إذا فالكتب التراجم التي تصدر بها أو يصدر بها تراث الأمة وهي كتب ممتدة عبر التاريخ، بدءا بالترجمة لغير خلق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، المتضمن في كتب الشمائل والسيرة النبوية، كذلك كتب الصحابة الذين ترجم لهم، خاصة كتب التي دونت حياتهم ككتاب استيعاب بن عبد البر وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، ثم بعد ذلك التابعون الذين ترجم لهم ككتاب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء وكتاب سير أعلام النبلاء. إذن فالمكتبة زاخرة، فالمكتبة العربية زاخرة بشكل عام بعدد هائل من كتب التراجم والأعلام. فإذا وصلنا إلى شمال إفريقيا المغرب، فإذا حاولنا أن نقوم برصد الكتب التي تحدثت عن التراجم وأرخت العلماء عبر التاريخ، فهي كثيرة جدا ومتنوعة. فأذكر على سبيل المثال من الحصر مثلا أزهار رياض في أخبار العياض، إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، تاريخ علماء الأندلس، ترتيب المداري في معرفة أعلام مذهب مالك، وغيرها من الكتب المتعددة
ثم تأليف مدن مغربية كتاريخ تطوان للظهوري، الراوي في تاريخ تطاوي للظهوري، كذلك تاريخ تطوان لمحمد داوود المعسول المخرج السوسي، كذلك أنيس المطرب بروضة القاسي في أخبار الملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، كذلك تاريخ الناس إتحاف على الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. إذا المدن المغربية بشكل عام خاصة المعروفة تاريخيا أرخها لنا بنصل إلى الحاضرة الشرقية. كتابة حولها لا زالت قليلة ومحدودة. إذا استثنينا بعض الكتابات التي وصلتنا، أنا أتحدث عن الكتب التي يعني تعرضت عليها أو سواء تعرضت على عنوانها أو اقتنيتها. فمثلا من هذه الكتب يأتي كتاب هجرة والعمالة على رأسها، كتاب هجرة والعمالة مونوغراف لهجرة وغلاء الشرقي لماري بوان، هذا فرنسي ألف على هجرة، تاريخ هجرة. كذلك هناك كتب طول الرصيد مثل مثلا الإحساس على الدفاع الوطني، بين ظلال الأصالة، معالم من تاريخ هجرة، ثم مثلا كتب بكري بدر حول خطاب المغرب الشرقي، عنده كتاب بيوغرافي تاريخ مدينة هجرة، وعنده كتب أخرى حول المساجد إلى غير ذلك. كذلك هناك سلسلة حول التراث في يسهر عليها الأستاذ بن علي، وكذلك بن نصر الشباري، وكذلك المهندس هلال، وأصدروا تقريبا حوالي 20 كتابا في هذه السلسلة تعرف بالتراث فيه بشكل خاص وتراث المنطقة بشكل عام. وهناك كتابات أخرى ذكرت نماذج فقط. أما الحديث عن الأعلام وهو الذي نرى بصمات على هذه الجهة من المملكة المغربية، فلا زال رأس الكتابة حوله مفتوحا وجمع مادة علمية قائما. سأحاول أن أذكر ببعض هؤلاء الأعلام، وهو مشروع كما قلت مشروع علمي كبير يتعلق بالتاريخ وترجمة الأعلام في المنطقة، وهذا الأمر يتطلب جمع كل ما عثر عليه من ذلك قل أو كثر. فلاحظوا مثلا تاريخ المدن مثلا سلوى الأنفاس ومحادثة الأكياس لما أخبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. محمد بن جعفر الثاني المتوفى 1345 هجري، هذا الرجل ترجم لكل ما عثر عليه من تراجم للعلماء وصلحاء فاس 3 أجزاء، يعني أحيانا ترجمة صغيرة، يعني عالم فقيه صالح كل ما عثر عليه من تراجم الناس الذين كان لهم تواجد بهذه المنطقة ترجم له. كذلك مثلا عبد الرحمن زياد في كتابه إتحاف على الناس بجمال أخبار حضارة الناس، أيضا ترجم لكل من ساهم في ازدهار مدينة فاس في مدينة تونس العلمية والحضارية، وختم الجزء السادس في السنة الأساسية، ومؤخرا مع الجزء السادس عقد الأوقاف. هذا الجزء السادس الله يتكلم على الحرف والصنائع وعوائد البلد والناس. نكتبوا قريب من ترجمة العلماء كل من حضرته ترجمته من أهل الناس ترجمته. في تاريخ المنطقة الحربية والصناعية تم ترجمته واختمها بالعوائد ديال المولد النبوي ديال العقيقة وكذا، كيف كان أهل مكناس يعني يقومون في هذه المناسبة. أحد الأساتذة في المنطقة الشرقية قام بهذه البادرة وهو الأستاذ بن نصر الجباري. أصدر مؤخرا واحد كتاب 2021 كتاب حول علم يمطر برقبة الأرض، سماها برقبة الأرض والجبال والأحياء، وفعلا سار على هذا المنوال. ترجم مدينة صغيرة، كتاب يقع حوالي 400 صفحة، فهو أيضا ترجم لكل من مر من هذه المدينة، اختمها حتى هو الصناعية، كل من كان متواجدا في هذه المدينة ترجمه. فهذا هو المطلوب. إذن ينبغي أن نجمع المادة المتعلقة بحاضرة الشرق. إذا أردنا أن نترجم
لأعلام الشرق فيتبادر إلى ذهننا الرواد، يعني الناس الذين يحكى لنا أو أدركناهم من الذين ساهموا، ويأتي على يعني رأسهم سيدي بن سعيد المهدوي. هذا الرجل، هذا الفقيه الأستاذ الذي كان له منة على هذه المدينة، فكان في يعني مدرسا، كان أول مدرس للغة العربية في مدرسة سيدي زياد التي أسسها الاستعمار، أول مدرسة عصرية في المغرب كله. مدرسة سيدي زياد تأسست 1907، فكان الناس يدرسون المواد باللغة الفرنسية. يذكر لي والدي رحمه الله ورحمه جميع المسلمين أن أول أستاذ درسنا اللغة العربية هو الشيخ بن سعيد، كان يعني له يعني أستاذ يعني رسمي في المدارس العصرية، فدرس اللغة العربية إلى أن تقاعد في سنة 1962. تقاعد في 1962، والحمد لله. يعني أنا أستحي أن أتحدث عن الذاكرة، ومعنا مكتبات المتنقلة للذاكرة الوجدية منهم نستفيد، أنا فقط يعني أشير إشارات، وإلا فهم قد عايشوا هذه الأحداث. فقلت يعني ختم المسار المهني ديالو في التعليم بالتخرج في 1962 مدرسة بن طفيل، درس في مدرسة زياد ثم بن طفيل. بعد ذلك هذه الصورة ديالو. بعد ذلك تفرغ للتدريس في الجامع الكبير، فكان إماما راتبا، وكان يدرس طلبة العلم وخاصة مدرسة اللغة التعليم العتيق، كان ويركز على التلاميذ النجباء، فكانوا يأتونه إلى المقصورة فيدرسهم اللغة والمنطق والفقه وفق المذهب المالكي، وهو الذي بطبيعة الحال يعني درس على كبار الشيوخ القرويين، وعلى رأسهم أحمد بن الخياط الذي كان يعني يفتخر بالتتلمذ على هذا كبار علماء فاس. يقول أحمد بن الخياط يقول لهم أنا درست على شيخ أحمد بن الخياط وغيره من العلماء. فهذا العالم بقي يدرس الطلبة إلى أن وفاته المالية في 1986. الحمد لله تحت لنا الفرصة، صلينا وراءه كما يعني قمت بزيارته رفقة الشيخ قدر بطريق إلى بيته العامر، لكن للأسف لم يترك مؤلفات، إنما ترك تلامذة يأتي على رأسهم الأستاذ مصطفى بن حمزة وغيره من الأساتذة الذين نهلوا من علمه واستفادوا من تجربته العلمية. واحد الشهادة للأستاذ مصطفى غانم رحمه الله في حق الأستاذ الشيخ مسلم، هذا تذكرها في التقديم ديالو لواحد الإجازة ديال عبد القادر البيطاري، اللي عبد القادر البيطاري دار على الزمخشري، على ابن جيلي دار له هذا التقديم. قال: وابن جيلي بالنسبة إليه ليس ولد الساعة، وإنما هو ورفيقه من أيام جلوسه عند ابن سعيد رحمه الله، ولا زلت أذكر قصته مع كتاب الخصائص، اللي ذهب كتاب الخصائص لابن جيلي، وما فعله بلبه بعد حديث الشيخ عنه وتشويق التلامذة إليه. قد كان الأستاذ البيطاري أول من اقتنى منهم، بل إنه لما أخبر الشيخ بطبع الكتاب وكان يظنه مفقودا، كاد الشيخ أن يقوم من مكانه فرحا رغم عجزه ليخرج للبحث عنه، بحث عن كتاب الخصائص واقتنائه، وما منعه إلا ذمادة خلق المخبر وغروره بشيخه إذ وعده باقتنائه له. كذلك عندي واحد الشهادة ما بغيتش نذكرها لكم، يعني طويلة. هذا محمد بن الخضر الوكيلي، كان التلاميذ ديالو، طلبت منه يدير لي واحد الشهادة فكتبها لي مشكورا. إذا هذا الشيخ ترك بصماته قوية على الحركة العلمية. بعد ذلك يأتي في الترتيب الشيخ العربي السنوسي والجبل، أيضا كان مدرسا، توفي سنة 1968 من ثانوية، هذه الثانوية المجاورة لنا، ثانوية عبد المؤمن، هذا كان يدرس فيها إلى أن توفي. أيضا هذا من كبار العلماء، وأخذ عن كبار علماء وقته، سواء من القطر الجزائري
خاصة من مزونة أو من علماء فاس. ويعني الشيخ عربي السنوسي تميز بأن عنده أسانيد، فأخذ كتب الحديث وغيرها بالسندين المتصلة. وقد ذكر الأستاذ بكري بدر ذلك في كتابه خطاب مدينة وجدة، وذكر صورا من هذه الإجازات. ثم بعد ذلك أنا أذكر نماذج فقط. الحاج الحسن الهلالي وابنه سيدي عبد المجيد حاضر معنا. هذا الرجل أيضا كان له فضل على هذه المدينة، وكان إماما في مسجد حي المحمدي في راس طوبة. عندما نصل إلى القنطرة يمينا هناك مسجد يسمى مسجد الحمد، في السابق كان يتسمى مسجد الحسن، يعني ينسب إلى هذا الرجل الفاضل. فأيضا تلقى العلم في قصره، قصر الهلالي بالتافلات، وقصر الهلالي معروف تاريخيا بالعلماء. ثم بعد ذلك أخذ على علماء كثير من علماء وقته، إلى أن استقر به المقام في مدينة وجدة، وكان يدرس باستمرار يعني في المسجد، يدرس الفقه والتفسير. واشتهر في وجدة بصلاة العيدين، كنا نحضر له في صلاة العيد. ويعني كان أذكر لكم هذه المسألة، حضرت بعد خطبه للعيدين الفطر والأضحى، والتي تميزت بمعانيها الجامعة لكليات الإسلام ومعالجته الحكيمة لأحوال الناس، وتدرجه في اعتماد الحجة والبرهان مع أسلوب سلس وعبارة واضحة بدون تكلف، مع صوت أجش فيه عذوبة وخشوع، تجعل كلامه يؤثر في السامعين وينزل على قلوبهم نزول الغيث على الأرض الجدباء. كان الفقيه الهلالي إماما راتبا بمسجد الحمد للحي محمد بن وجدة، ومن شدة تعلق الناس به وحبهم له سموا المسجد باسمه، فكان يطلق عليه مسجد الحاج الحسن رحمه الله رحمة واسعة ورحمة جميع الموتى المسلمين. أستاذ بالوالي، هناك بعض العلماء والأساتذة الذين لا زالوا على قيد الحياة نؤرخ له باعتبار بصماتهم القوية على هذه المنطقة، وهو رئيس المجلس العلمي المحلي بتوريد وعود المجلس العلمي الأعلى. أيضا درس، تخرج من دار الحديث الحسنية ونال شهادة الدكتوراه، ودرس في جامعة محمد الأول من البداية تقريبا من ثمانينات القرن الماضي، ودرسنا عليه في مطلع 1981، وكان يدرس تفسير القرآن الكريم والقراءات والفقه، وتخصص بعد ذلك في القراءات وأصبح حجة في ذلك، وله مؤلفات كثيرة. أشهر هذه المؤلفات أغلبها هذه المؤلفات في القراءات، مثلا الإيضاح لما ينبغي عن الورع في قراءة عالم أم القرى، هذا تحقيق. كذلك الاختيار في القراءة والرسم والضبط. وعنده مجموعة من المؤلفات، آخرها كتاب صغير ناولنيه عندما زرته في عيد الفطر، البلايا محن ومنح وعبر وباء كورونا نموذج، تحدث عن وباء كورونا. كذلك عنده المرشد المعين على تحسين عمل الواعظين والمرشدين إلى غير ذلك، متعه الله بالصحة والعافية. من العلماء أيضا الأستاذ مصطفى بن حمزة، وهو أشهر من نار على علم. والأستاذ مصطفى بن حمزة يعني مسيرة طويلة في الميدان العلمي، أيضا حاصل على الدكتوراه في جامعة وجدة، ودرس في جامعة محمد الخامس، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا، كما تخرج من دار الحديث الحسنية، وزاول مهام التدريس بالجامعة منذ تقريبا مطلع ثمانينيات القرن الماضي 1980. درسنا عليه في 1981، يعني الفوج الأول ديال الدراسات درسه. وفاجأته في المرة الأخيرة أنني أحتفظ بالكتاب الذي درسنا به علوم الحديث، النسخة ما بقاتش عنده، يعني أتيته بها، وهذا هو المقرر. فقال لي أن هذا المقرر كان يدرس في المغرب الجامعة، يعني الفوج الأول ديال الدراسات الإسلامية في الرباط ووجدة وفاس إلى غيرها. فمنذ ذلك الوقت وهو
يعني الحمد لله يؤلف ويدرس في الجامعه ويحاضر في الملتقيات والمنتديات العلميه. له مؤلفات كثيره، خطط المعوقين في الاسلام، التاملات في سوره الفجر، كرامه المرء من خلال خصوصيته التشريعيه، مجموعه ديال المؤلفات. اخرها كتاب الذي كان توقع انه يدير القراءه في المعرض الدولي للكتاب، وهو قواعد الفهم والتفاهم، قواعد الفهم والتفاهم من الفكر واللغه. وقبله فخورنا التصور الاسلامي للتصدي للاوبئه، ولا زال يحاضر ويعني يشارك في الندوات العلميه والملتقيات الدوليه. شفاه الله لانه اصيب بوعكه صحيه ولم يحضر في هذا توقيع كتاب في المعرض الدولي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيه شفاء عاجلا. هذه نماذج من العلماء. المقرئ الحسن محمود، هذا الرجل الذي هو اصله من سوس واستقر بحاضره وجده، يدرس في مدرسه البعث، وهو من كبار المقرئين، يعني ملم بالقراءات العشر. وهذا الرجل الفاضل هو عضو في اللجنه الوطنيه لمراجعه المصحف المحمدي، ومؤخرا اصبح رئيس اللجنه. يعني كان عضوا، مؤخرا اصبح رئيس اللجنه التي تضم بالاضافه لحسن رحموني رئيسا، تضم الشيخ محمد السحابي، وتضم مصطفى البورحيوي، وتضم عبد الحميد حميد. هذه هي اللجنه الحاليه. اللجنه القديمه كان الان عضوا، اما الان فاصبح رئيسا للجنه، ولا زال يصحح، يعني تعرض عليه المصاحف عندما يريدون طبعه، يعني طبعه جديده. المصحف المحمدي هو اللون البني موجود في المساجد. استاذنا الدكتور حسن الامراني مؤسس هذه الجمعيه التي نحن في رحابها. اذا ايضا الاستاذ حسن الامراني غني عن التعريف، يعني له مسار علمي طويل وله مؤلفات كثيره، وخاصه في الميدان الشعري، فدواوينه تنيف على 40 ديوانا متعه الله بالصحه والعافيه، ونفع الناس بسمته وادبه وشعره. أستاذ أحمد حدادي. أستاذ أحمد حدادي أيضا أستاذ التعليم العالي، وكان رئيس المجلس العلمي لبعرفة إلى أن وفاه الأجل. الأستاذ أحمد حدادي أيضا له باع طويل في الجامعة المغرب بشكل عام، وجامعة وجدة بشكل خاص. له العديد من المؤلفات، اشتهر بالاهتمام بأدب الرحلات، خاصة رحلة ابن رشيد السبتي. رحلة ابن رشيد السبتي ملء العيبة لما جمع بطول الغيبة إلى الوجهة الوجيهة مكة وطيبة. هذه الرحلة أنجز عليها دراسة تقع في جزئين وعد وزارة الأوقاف. كذلك حقق الجزء السابع والسادس منها، بعد أن حققت هي تقع في 7 أجزاء. هذه الرحلة حقق واحد التونسي سميته الحبيب الخوجة، حقق الجزء الأول، الجزء الثاني والثالث والخامس، أما الجزء الأول والرابع مفقودين. كذلك الأستاذ حدادي حقق الجزء السادس والسابع. نذكر لي واحد الحالة باش تكون الهمة اللي كانت عند هذا الأستاذ الفاضل عندما كان يعني طالبا للعلم، يعني وهو أستاذ كان يحقق ويبحث، كان شديد الاهتمام بالعلم وعدم له ذكريات مع الكتب لا تنتهي. فأخبرنا رحمه الله أنه أثناء تحضيره لدراسته حول رحلة ابن رشيد ذهب إلى الفقيه المؤرخ محمد المنوني، واحد الأستاذ كان في الرباط سميتو محمد المنوني، كاع الأساتذة ديال الجامعة استفدوا منه تبارك الله، كان خزانة متنقية. مشى عند الأستاذ الحدادي وطلب منه مخطوطة كتاب برنامج تجيبي. هذا البرنامج، هذا الكتاب الآن مطبوع، ديك الكتاب كان مخطوط، فطلبه منه فناوله إياه، وطلب منه يرجعه غدا صباحا. الأستاذ الحدادي عاود من هذا القصة، قال له غدا رجع لي الكتاب مخطوطة. قال الأستاذ الحدادي: فبت ليلتي قائما أنسخ الكتاب، وفي الصباح رجعت
رجعته له بعد أن انتهيت من نسخه. كان نسخه لي كان مخطوط باش تقرا غير صفحه غير جملات وعاد ما عرفتش شحال فيها باش تبان لك يعني المراد ديال المؤلف، لأنه مكتوب لي فصعب سبحان الله هذه الهمة التي كانت عنده. واشتهر الأستاذ الحدادي بين الباحثين والطلبة كما قلت باهتمامه الكبير بأدب الرحلات. بالأساتذة الأفاضل أو الفقهاء الفقيه المربح المنصوري الحسني، الفقيه المربح، وهذا الأستاذ الفاضل كان مدرسا في مدرسة بعث، وكان خطيبا للجمعة في حي واد النجم تقريبا من 1978 ونحن صغار، أنا أصلي من واد النجم، فكنا نحضر للجمعة من ذلك الوقت يعني، وهو إماما في هذا المسجد خطيبا، ويعني يتنقل إلى حي النصر على الأقدام ويأتي إلى مدرسة بعث منذ تأسيسها في 1977 ليدرس الطلبة. فكان يعني من ذلك الوقت وهو يفيد الطلبة إلى وفاته، رحلة طويلة علمية، وكان عضوا في المجلس العلمي، وكان يعني متمكنا من الفقه المالكي، وكان يعني يزاول الفتوى وفق المذهب المالكي. له مجموعة من المؤلفات رحمه الله. من هذه المؤلفات له كتب حول الفقه المالكي، منهجية المدرسة المالكية في فهم النص الشرعي، أحكام تسليم عن الصلاة، تكرير الفاتحة، سهوا في الصلاة، أحكام السهو في الصلاة، مجموعة من رؤية الهلال الفقهية إلى غير ذلك. الحمد لله هذه الكتب أخذتها عنه بين مناولة وإجازة عامة، البعض منها أجازني فيها والبعض أخذتها مناولة وإجازة. توفي رحمه الله في 2021. الأستاذ محمد العثمان، هذا الأستاذ أيضا من الفقهاء الذين يشتغلون بالصوت، له تقريبا حوالي 36 عمل بين تلخيصين واختصار وإنشاء وكتاب، تقريبا شهر تلخيص الكتب، تقريبا كاع كتب الحديث ملخصة، أنا استغربت كتب الحديث كلها ملخصة، كتب التفاسير، كتب الفقه، واحد العدد تقريبا قال لي عندي حوالي 36 عمل. الحمد لله زرته حوالي 3 مرات وأطلعني على مكتبته وعلى بحوثه المتنوعة. آخر زيارة يعني كانت الفترة الأخيرة، كانت تقريبا في ماي هذا، زرته رفقة لي أحمد، وكان ملتقى زيارات وجرى اللقاء في مكتبته العاملة، حيث حدثنا بالتفصيل عن تجربته الكتابة وعمله العلمية التي وصلت إلى 36 عملا، وقد تنوعت بين تلخيص كتب التفسير والحديث النبوي والقرآن الكريم والفقه والأصول وغيرها، كما عرفنا بمكتبته المتنوعة وطريقة إنشائها إما اقتناء أو إداء. كتبت الجلسة العلمية بعد أن هداني مشكورا كتابا يحمل عنوان التفسير الوجيز في شرح كتاب الله العزيز. قال لي هذا التفسير في 6 ديال الأجزاء، قال لي 20 سنة وأنا نشتغل فيه تفسير القرآن الكريم. نعم، متعه الله بالصحة والعافية. هذا العالم الآخر عبد السلام كويس، هذا أيضا هذا الرجل كان في ميدان التعليم واشتهر بالوعظ والإرشاد في المساجد، خاصة الأحياء الشعبية. جيت واد النجف كان سبحان الله معروف أنه يعني كيدير دروس تفسير القرآن الكريم، كيشرح قصص الزوار ويشرح الفقه المالكي، وكان سبحان الله عنده واحد الطريقة سأشير إليها. الابن ديالو المهندس محمد جمع له الخطب كما طلبتم سيدي عبد المجيد باش يجمع الخطب ديال الوالد ديالو، يعني جمع الخطب ديالو ودار له السي مقربه تقديم وفرقها على بعض الفقهاء والخطباء. نقول لكم غير واحد، حضرت مجموعه من دروس الاستاذ عبد السلام كويس التي كان يلقاها في المساجد وخاصه مسجد الشافعه. مسجد الشافعه في الجهه ديال واد النجف في جوهر، حي جوهر، وكانت تركز على الفقه المالكي وخاصه فقه العبادات ودروس التفسير التي كان يقف فيها على قصار السور القرانيه.
كما حضرت بعد خطبه للجمعه في مسجد مولاي يوسف مسجد هوار التي تولى الخطابه بعد وفاه الاستاذ عبد الشليل رحمه الله، وكان يلقي دروس الوعظ والارشاد في نفس المسجد الى جوار الاستاذ الحسن رحمه الله في شهر رمضان. لاحظوا الاسلوب ديالو. وتميز الاستاذ عبد السلام في دروسه بطريقته التعليميه الواضحه، حيث كان يكرر العباره ويعتمد على ضرب الامثال من اجل تقريب المعنى، وكان هناك تجاوب كبير من قبل الحضور، وكانوا لا يترددون في مقاطعته اثناء الدرس من اجل الاستفسار اكثر او طرح اسئله تتعلق بالموضوع، فيتحول اللقاء العلمي لحوار مفتوح ينتهي بارتياح تام واستيعاب تام لما تم تداول من افكار ومفاهيم رحمه الله رحمه الله. الاستاذ عمر المرابطي ايضا من وجوه المدينه، كان عضو في المجلس العلمي وكان خطيبا في مسجد مولاي الحسن، كان مدرسا زاول من التدريس ثم انهى حياته التدريس باداره تربويه في مستقبل بدايه ثم في وجده، وكان عضو في المجلس العلمي وظل يعني يزاول الوعظ والارشاد الى ان انهكه المرض رحمه الله تعالى. الفقيه الخطيب خليل المؤمن هذا ايضا من وجوه المدينه في الميدان الفقهي والوعظ والخطابه، اشتهر بدروسه، كان من فقهاء مدينه وجده الذين ساهموا بدروسهم الفقهيه في مسجد السنه البركاني سابقا ومسجد الامام علي مسجد الشرطه في المدينه وغيرها. الفقيه محمد عياد هذا ايضا رجل تعليم مغمور لا يعرفه كثير من الناس، هو اصله في الحي المحمدي في الاشطوبه الخلالي، كان يعني استاذا ثم بعد ذلك اصبح مديرا مدرسه طارق بن زياد. زرته عده مرات وكان يقول لي ان كان لي شرف تسميه هذه المدرسه من الذي اخترت لها هذا الاسم طارق بن زياد، يسكن بجوارها. خريج القرويين، هذا خريج القرويين، وسبحان الله اشتغل في اخر حياته بكتابه المصحف الشريف. زرت عده مرات في بيته العامل بالخيرات، ناول من اجزاء من المصحف الشريف الذي كتبه بخط يده، وكان لي معه عده مذكرات ومناقشات علميه وتاريخيه، حيث حدثني عن مرحله تحصيله العلمي في جامعه القرويين، وذكر لي الاساتذه الذين تشرف بالاخذ عنهم، وقد سجل بعض هذه الذكريات في البرنامج الذي كان يذاع في الاذاعه الجهويه بوجده ضمن برنامج ورثه الانبياء الذي كان يشرف عليه الاستاذ حسن العساوي. من الطرائف التي ذكرها لنا ما يتعلق ببطاقه الطالب، قال لم يمكن نقرا في فاس، كان يقرا في فاس، كان يقرا في القرويين، قال لك كانت عندنا واحد البطاقه، سبحان الله هذه من الطرائف، قال لك كانت عندنا واحد البطاقه التي كان لا زال يحتفظ بها، بس محمد هو تكون عنده هذه البطاقه واش بها، والتي كتب على ظهر العباره التاليه: هذه البطاقه تخول لصاحبها الاستفاده من خبزة كل يوم. اكتبوا البطاقة، هذه البطاقة تخول لصاحبها الاستفادة من خبزة كل يوم. شنو الظروف اللي كنا نقراو فيها؟ أستاذ تعقل عليها هذه؟ تعقل عليها. شو الظروف اللي كنا نقراو فيها الطلبة؟ وتبارك الله كانوا صابرين وكانوا الحمد لله أتوا بالعلم غازيا. توفى في سنة 1213. الأستاذ الحفيان هذا الفقيه ايضا اصله من تافيلات، الاستاذ اللي قدمته قبل عمر المرابطي الخال ديالو، هذا ايضا له مدرسه قرانيه يشرف عليها في الحي العسلي في لاجبولوج، ايضا هو خطيب وواعظ بمجموعه من المساجد ويدير ويشرف على المدرسه القرانيه بالحي الحسني، حيث تخرج على يديه المئات من القرى. وطلبت منه ان يرسل لي نبذه من حياته فوافاني مشكورا واحد ترجمه، ورسل لي حتى الترجمه ديال الخال ديالو. وبالمناسبه كان سبحان الله كثير من الناس انهم كيجاوبوا في هذه التراجم، اما الخال ديالو ولا العم ديالو ولا الوالد ديالو بسرعه كيعطيك الترجمه. وبالمناسبه هذه نخليها مفاجاه في الاخير ان شاء الله غادي نختصر. الاستاذ محمد الصباني استاذ مكون بالمركز الحاضر معنا جزاه الله خيرا، مجرد فتحته في الموضوع في المركز تكوين الاساتذه قال لي راه الوالد ديالي حتى هو كان استاذا وكان فقيها، فطلبت منه اعطاني الاجازه وارسلها لي بسرعه، وقال لي هذه يعني كتبتها بسرعه وان شاء الله ساوافيك ب يعني واحد السيره مركزه ومطوله.
اللي بغيت نقول لكم، وكاين اللي تراسلوا واحد الاستاذ غادي نذكر لكم الاسم ديالو بحال الصغيره يعرفوا، يعني جوج مرات وكان سبحان الله عنده اسهال وعنده احتكار بهذا الشيوخ اللي هضرنا عليهم خاصه الشيخ مسعود. راسلته مرتين نقول ارسل لي ترجم انت كنت تفيد لهذا الشيء لحد هذا يجيب لي، فكان اللي يتجاوب كان اللي ما يتجاوبش للاسف، ولكن احنا الحمد لله الذين يعني يتجاوبون اكثر. اختصر الكلام ان شاء الله باش نخلوا مجال المناقشه. هذا باش نذكر نماذج باش لكي لا يعاب علي ان نذكر الاساتذه، هذه هي نماذج. هذا ايضا هذا الاستاذ بن نصر جبال، استاذ وكان يعني تحول الى مفتش في اللغه العربيه، الان متقاعد يعني ويؤلف، والف تقريبا حوالي يعني قريب من 10 كتب. من الكتب اللي صدرت له نعطيكم غير نماذج. حقق كتاب مختصر حياه الحيوان الكبرى للامام عبد الجبار فيكيكي، هو ينتمي لفيكيك، وفيكيك معروف كانت واحد المدرسه دار العده كانت فيها مكتبه وكانت فيها واحد الزاويه وهي مدرسه اسسها واحد العالم سميتو سيدي عبد الجبار في القرن العاشر الهجري. فهذا الرجل ينتمي لهذه الاسره المباركه اللي كان واحد التاريخ كبير فيها. فهذا الكتاب كان يدرسوها الشيخ عبد الجبار فيكيكي. فالمهم الاستاذ ديالنا سيدي عبد الجبار يعني حقق هذا الكتاب وعبر على واحد، وهذا سيدي عبد الجبار في جيجي كان عنده واحد التفسير في 12 جزء، يعني باختصار واحد التفسير سميتو القرطبي. تفسير القرطبي هذا سيدي عبد الجبار اللي كان في القرن العاشر يعني اختصر جامع احكام القران. جاء هذا سيدي عبد الجبار واختصره، شنو اختصار في 12 مجلد. 12 مجلد للاسف الان باقيه منها اوراق. وشوف سبحان الله باش تعرفوا المكانه ديال هذا العالم سيدي عبد الجبار فيكيكي، كيقول القرطبي قال وقلت، شوف المكانه ديالو، ولكن جاء التفسير. نتمنوا نعبروا على شي وقت. هذا الاستاذ ديك الاوراق اللي عثر عليها حققها، طبعا اصدارات المجلس العلمي ديال البعض دار المختار من تفسير سيدي عبد الجبار، وقبل ذلك تكلم على المنهج ديالو في التحقيق. هذا غير نموذج. عنده كتاب اخر عن الحياه الثقافيه للفيكيك من التاسيس الى 2011 في جوج اجزاء. عنده كما انا قلت لكم هو شاعر، عنده مجلد تجمع فيه الاعمال الشعريه ديالو وكثير من ذلك. انا تحت لي فرصه درست عليه في 78 79. بعد ذلك اتيحت لي الفرصه لالتقاء به في مسجد في بيت مصطفى غانم وهو من الاقارب ديالو، والحمد لله لا زال التواصل الاخوي العلمي قائما معه الى اليوم. اخذت عنه كل المؤلفات التي اصدرها مناوله مع الاجازه العامه، ما عدا الكتاب الاول زهره القدس فاخذته وجاده. الفرق بين المناوله والوجاده، الوجاده يعني وجدته في المكتبه شريته، ومناوله هو اعطاه، وهذه من طرق المحدثين. رقم 8 الوجاده، وقبلها المناوله عندها واحد القيمه في السنه. نعم. واحد ديالو حتى هو شاعر قصاص يعني يساعده، والان عندي واحد الكتاب راه هنا بالطبع. لكي اختصر اصل الى الاستاذ مصطفى غانم. مصطفى غانم رحمه الله ايضا اشار من نار على علم، الاستاذ من مواليد 1959 رغم صغار سنه رحمه الله ابلى البلاء الحسن في الميدان العلمي، فهو يعني التحق بالجامعه مدرسا بعد ان درس فيها وتخرج في 84. التحق بها استاذا من ابتداء سنه 1986. منذ ذلك التاريخ الى ان وافاه الاجل 2021 وهو يدرس. وكما قال عميد الكليه سابقا الاستاذ نور الدين مدن ان درسه لا ينتهي في المدرج، بل يعني يصحبه الطلبه المتميزون يسحبونه الى بيته حيث كان يعقد الجلسات العلميه، وكان يدرس الموطأ الامام مالك وصحيح البخاري وغيره من الكتب، وظل يدرس طلبته. وقد استفاد يعني انه درس بطريقه نظاميه دراسيه، ثم اخذ عن كثير من الشيوخ يعني كاسره الصديقين عبد الله بن الصديق وعبد العزيز بن الصديق، كما اخذ عن الشيخ محمد بن عبد الحق الذي كان مدير المدرسه الحسنيه بفيشيش، الذي اخذ عن شيوخ في الجزائر، هذا من كبار علماء منطقه الشيخ محمد بن
بن عبد الحق الفيجيجي الجمالي، خدا عليه شيوخ كثار على محمد المنوني الى غير ذلك، واستمر كما قلت في افاده طلبته، ويعني كان بيته يعني مزارا وقبلة. هذا نماذج من الاجازات اللي كان يعطيها للطلبه ديالو، هذا نموذج من الاجازات، فكانوا يقرؤون عليه الكتب خاصه كتب الحديث ويجيزهم. هذا ايضا يعني فهرس هذه اجازه من اجازاته. هذه الصوره ديال مقر بدري مقر قريب من واحد الكلمه في الوفاه ديالو شرح في موقع وجده سيتي، وكيتكلم يعني عليه واحد العلاقه العلميه، كيف انه يعني هداه صحيح البخاري في حفل زفافه الى غير ذلك. كذلك كاين واحد الشهاده ديال واحد الاستاذ سميتو محمد السالي، قال هذا استاذ الحديث بكليه الاداب سيد فاس، قال هو الذي جر ناصية رحمه الله الى علم الحديث بمنهج اصحاب السلف المتصلين مما لم اجده عند غيره، ولهذا استقام لي المنهج في العلم الشرعي، فقلت في كتاب نشرته واهديته اياه في حياته الى من رتب لنا سبيل الطلب، فسلك بنا في دروب العلم اولا باول، فجنبنا مسلك التناقض بين علوم الدين، وعلمنا حب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلوك الى الله تعالى وتدبر كتابه العزيز. شيخنا وقدوتنا وبركتنا العلامه الدكتور المحدث المفيد فقيه الاديب من السابق المشارك المربي ابي اسامه المصطفى من عبد القادر العالم السكوني الفيجيجي الشريف، جزاه الله عن طلبه العلم كل الخير. لقد كان رحمه الله اقعد من رايت بعلم الحديث روايه ودرايه، وسعه الاطلاع وحسن التصرف وتفنن في التدريس مع تمام التحقيق الى ما جمعه من فنون اخرى نادره كعلم النسب وعلم التوثيق وعلم المخطوط والمكتبه، وله مكتبه سماها مفيده اللبيب، قال الاب ديالو تقع في 25000 عنوان. 25000 عنوان، قلت له واش كتاب ولا عنوان؟ قال لي لا عنوان. 25000 عنوان. هذه المكتبه سماها مفيده اللبيب، لعله لا يوجد مثلها من الخزائن الخاصه في المغرب كله، هذا فضلا عن مهارته في الفتوى. قد كان مقصد الطلبه من جميع التخصصات يجدون عنده من التوجيه في علومهم ما لا يوجد عند اهلها. غالب حله ربي بالعلوم واصطفاه للدروس الممتعات. التلاميذ واحد المجموعه ديال الطلبه ديالو التلاميذ ان شاء الله يفكرون في اصدار واحد الكتاب حوله، وهو جدير بذلك رحمه الله. نماذج اخرى كثيره اختصر باش ما نطولش عليكم. من الذين اساهموا في الكتابه حول تاريخ وجده مولاي عبد الحميد اسماعيل العلوي بكتابه حول وجده، تاريخ وجده وانجاد في دوحته الابجاد في 4 اجزاء، كذلك تاريخ الاريج لمدينه فيجيج، وعنده مجموعه من المؤلفات بالعربيه والفرنسيه. هذا هو العنوان ديال الكتاب، تاريخ وجده وانجاد في دوحته الابجاد في 4 اجزاء. الأستاذ عبد الله الصباني وهو ولد الأستاذ محمد الصباني. هذا الرجل الفاضل ترك أيضا بصماته وفقيه العارف بالله تعالى الشيخ الفاضل الحاسب عبد الله بن محمد الصباني من أعلام وجده. حفظ كتاب الله عز وجل منذ صغره، درس على كثير من العلماء، أشهر هؤلاء العلماء الذين درس عليهم الشيخ بن سعيد والعربي وادفل، كان يحضر دروس علم المنطق والبلاغه عند الشيخ بن سعيد كما درس على الشيخ وادفل، وكذلك كان في ميدان التربيه والتعليم والتدريس، وهو استاذ للاستاذ مصطفى بن حمزه، الاستاذ حسن المرادي وكثير من يعني اساتذه المنطقه. فنتمنى ان شاء الله العلم ديالو يجمعنا كل ما يتعلق من اعماله ويعني خطبه وكل ما تركه ان شاء الله. جزاك الله خير. من الناس اللي في الحقيقه انا اعتبرت ان هذا مشروع، كنقول العلماء الاساتذه الشعراء الصالحون، راه مشروع عديد منهم مثلا عبد الرحمن بلاوي، هو جمعت له واحد السيره
يعني ذاتيه، وهو الاستاذ الذي كان يدرس في ثانويه عبد المؤمن وله جولات في الفقه يعني في الوعظ والارشاد والدعوه، وكان يعني لا زال يعني يقوم بجولات دعويه ويعني يدرس، وكانت له جولات في المشرق الى غير ذلك، وله تجربه كبيره في الميدان الدعوي والتربوي، متعه الله بالصحه والعافيه. واحد الاستاذ سميتو محمد شوقي اليعقوبي، هذا الرجل التقيت به في الملتقى رشيده، وفضل الله سبحانه وتعالى يجعل الاستاذ سي مصطفى. وهذا الرجل يعني الف كتابا حول تاريخ هذه المنطقه رشيده، وهو الان الحمد لله يعني ينقح هذا الكتاب ليطبعه طبعه جديده، حاول في هذا الكتاب ان يعرف بالمنطقه يعني من الناحيه التاريخيه. والسبب سبحان الله ديال هذا التحفيز ديالو للبحث انه كان واحد التحدي، شي واحد قال له انتم كتبغوا تكلمون على سيدي يعقوب، فقال اذا بعدني الحاميها الى ان ابحث عن تاريخ هذه المنطقه وما تركه قبل سيدي يعقوب في المنطقه. اخيرا واحد الرجل صالح توسمت فيه الخير، يعني تقريبا 93 سنه، هذا الرجل ايضا في التربيه، وسبحان الله كيقول لي الابن ديالو انه ابن الاحتكاك ديالو بالعلماء ولات عنده واحد سبحان الله ثقافه، ومن تجلس قدامه يحدثك، يعني كل الكلام ديالو سبحان الله يعني جواهر يعني الكلام الصميم، والموعظه ديالو بليغه جدا. انا زرته 2 مرات، كنت كنشوفو في كتاب الانتباه ديالي، زرته 2 مرات، وفعلا رجل ينطق بالحكمه. وقال لي هو من التلاميذ ديال واحد المربي كان سميتو من العلماء القرويين سميتو حبيب الكنازي. فقال لي عندما كان هذا الحبيب كان تلميذ في المغرب وفي الجزائر، فعندما كان يعني يمر بوجده قال لي كان يستضيفه الشيخ بن سعيد ويذهب به لإلقاء دروس في المسجد الاعظم. فهذا الرجل احتكى ايضا بالفقيه اللي ذكرت لكم محمد العثماني الصديق ديالو، وفقيه يثني عليه كثيرا. فانا توسلت في الخير وترجمت له ترجمه يعني تليق بمقامه. اذا هنا انتهى ما عندي من اعلام. كلمه اخيره في دقيقه. اعلام الحضاره الشرقيه عددهم كثير جدا، ومجالات الاهتمام متنوعه. انا فقط هذه كما نقولوا يعني للتقاسم فقط، يعني هذا العرض هو للتقاسم، بمعنى انا اثرت انتباهكم فقط. كل منا قادر ان يؤرخ لافراد كان لهم اسهام في عائلته او يعرفوا اساتذه درس عليهم. اذا المجال مفتوح لنا جميعا. انا احملكم المسؤوليه جميعا ان نشتغل جميعا في احياء هذا التراث المتعلق بالمنطقه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واستسمع